يا جماعة ادخلوا تمريض، ادخلوا تمريض. اسمعوا الكلام، التمريض دلوقتي هو الترند. التمريض دلوقتي هو عروسة الكليات الطبية بشكل عام. التمريض يعني أحسن فرص سفر وأحسن فرص عمل. يا عم اسمع، أنا علاج طبيعي ماليش مصلحة إن أقول لك كده، ده مش نفس مجالي من أصله. اسمع كلام اللي مرزوع هنا بقاله 100 سنة وجايبها لك من أرض الواقع. اسمع كلام اللي عمل، مش اللي بيتكلم. اللي بيتكلم سيبه بيتكلم، هيفضل يتكلم. وما تسمعش كلام الناس الدماغ القديمة بتاعت ابويا وابوك الحاج والحاج عندي برضو، ان هم عايزين الفشخره، هم اللي في دماغهم عايزين اليافطه. الدكتور محمد ابني وخلاص، انما هو مش واعي للافكار التانية. انت التمريض فاتح لك دراعاته في كل حته. انت امريكا دلوقتي في كليه طبيه دلوقتي فيها التسهيلات اللي التمريض واخدها. يعني في دوله دلوقتي، قصدي وظيفه تانية دلوقتي بترحب ان حد يروح من غير معادلات. ده المانيا بتقول للتمريض تعالى وكمل، تفضل سيادتك وتعالى كممرض وكمل المعادله بتاعتك عندنا. وبيسهلوا له حتى اجراءات المعادله هناك، ما بتاخدش 3 شهور و6 شهور، ده كلام فاضي. يعني انا مش فاهم انت زعلان من التمريض ليه؟ وسيبك من يقول لك شغال تحت ايد دكتور وشغال تحت ايد مش عارف ايه وشغال تحت ايد بوسطجي. يا باشا المجال الطبي ده كله واحد عشان تكون فاهم. يا جدعان، اللي ابوه مش دكتور، اللي ابوه مش عنده عياده فيها تعاقدات وفيها حالات وعنده سمعه بنيها على مدار 20 30 سنه، ما يدخلش كليات طبيه تاني. ما هو العلاج الطبيعي برضه، ما هم من 8 سنين و9 سنين وقت ما كنت داخل علاج طبيعي كانت برضه الناس بتقعد تتريق وتقول لك علاج طبيعي ايه ده، تدليك ومساج والكلام ده. لا، ادخل تمريض، اسمع الكلام. تمريض يعني سنتين او 4 سنين لو بكالوريوس، هتتخرج منه يا باشا، انت اللي هتلحق التكليف. اللي داخل كلية الطب السنة دي ده مش هيلحق التكليف كمان 7 سنين. الناس السنة دي ده مضايقين الدنيا على البشري. مفيش غير تخصصات معينه اللي مفتوحه اللي فيها عجز يعني شديد، زي الطوارئ وطب الاسره. طب انت مين هيدخل طب اسره؟ انا عايز افهم. واللي هيخش طوارئ هتلاقيه في طرشوخ الليف ولا محدود في حته ما يعلم بقى الا ربنا. وعشان خاطر ايه؟ عشان خاطر 7000 ملطوش لا يسوي ولا يجري. يا باشا دي سياسات دوله. انت دلوقتي الدوله المصريه بتاعتنا دي لا عارفه تصنع عربيه ولا عارفه تصنع موبايل ولا عارفه تنافس اوروبا ولا تنافس الصين ولا تنافس امريكا في الكلام ده. فبقول لك اما اصنع بشر، اصنع كادر واصدره بره، وهو يبقى يجيب لي دولار ويجيب لي يورو ويجيب لي عمله صعبه يجيبها البلد. واللي مش هيفطن للقصه اللي زي دي هتضيق عليه وتنشف. اللي قبلي اللي اكبر مني كان فرصتهم احسن، وفرصتي انا دلوقتي يعني. واللي جاي فرصته اصعب، واللي جاي بعدكم فرصته اصعب واصعب. يا جماعه اللي عنده فرصه زي التمريض دي بلاش القلاطه وبلاش التناكه. انت يعتبر جيل اول، لسه معظمكم جيل اول. يعني لا ليه اخ دكتور ولا اب دكتور. فافلت، الحق بنفسك. والتمريض مجال حلو وجميل، وحتى الشغل في مصر بتاعه كويس مش وحش. انت لو رحت برايفت، ركبت كانيولا بس العيان، خلاص كده الدنيا تمام وفي شيفتات كتير. الامور كويسه، ما تخافش من القصه دي.